Signori e signori, ciao a tutti. Oggi facciamo torta salata di patate, buonissima ma facile da fare. Guardate che bella, veramente bellissima. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كنرجى من الله يلقاكم هذا الفيديو احسن الاحوال يا ربي. اليوم غنديروا واحد السلطه ديال البطاطا اللي سهله مهله وكتجي همويه ولذيذه ورخيصة. راه عارفين البطاطا الثمن جد مناسب. ما نقدرش نقول لك البطاطا على حسب العائلة. بعد ما غسلت عندي البطاطا، بعد ما غسلتها وغادي ندوز نقشرها وغنديرها في الطنجرة، نديرها تسلق بالقليل من الملح. صافي، ها هي هنا غادي نديرها فوق النار. بعد ما قطعتها كنقطعوها عشوائيين، ماشي ضروري تكون كبيره ولا صغيره باش تسلق. كندير ليها القليل تاع الماء، حيت داك الماء ملي غادي تسلق غادي تشربو، ما نصفيهاش. نقص عليها البوطه ونخليها حتى تسلق مزيان، كتولي بحال بوري ديال البطاطا. صافي غنغطيها هنايا تسلقات، غادي ندوز نفرمها او نهرسها داكشي اللي متوفر عندنا. المهم حنا خصنا نحصلوا على واحد البوري ديال البطاطا، نهرسوها وهي باقيه سخونه. صافي هنا غندير واحد الحفر الوسط، غندير فيها القليل الزبده، الزبده حيوانيه او نباتيه، داكشي اللي نبغيو. ندير القليل من زيت الزيتون على حسب الرغبه، القليل من الفرماج، اي جبن عندنا متوفر نديروه باش تجينا ديك البطاطا بنينه. حيت مازال غادي ندير لها الحشوه ديالها. والغريب في الامر باش ما بغينا نعمروها كنعمروها، كتجي زوينه لذيذه، كتجي هماويه بصراحه. صافي هنا غندير فيها القليل من المايونيز، داكشي اللي عندنا متوفر. راني درتو في البيت، يعني ما مشريش، طبيعي. درت واحد 2 معالق كبار باش تجينا هاد البطاطا بنينه. والحشوه عندي دايره ليها البيض مسلوق، طون، قليل ديال الزبيب بعد ما غسلته بالماء. هنا دقتها صافي، راها بنينه زوينه. انا غنديرها في هذا المول وكيبقى على حساب الرغبه. هذا المول دهنته بالزبده ودرت فيه القليل من البانكراطاتو او الخبز محمص. غندير نص ديال الكميه. صافي غادي نوزعها وغادي نطلعها مع الجوانب ديال هذا المول كيف باين في الصوره. صافي هنا ونعمروها باش ما بغينا. انا عندي هنا هاد الذره او هاد المايس مخلط بالجلبانه، درت على نص الكميه. عندي هنا الطون او الطونه. صافي تا هو النانو. والعماره كتبقى على حسب الرغبه وعلى داكشي اللي متوفر عندنا. نقدروا نعمروها بالخضار هكا مصوطيه في الزيت هنا عندي القليل من العنب مجفف او من هاد الزبيب بعد ما غسلته نشفته. هاد البيض مسلوق حتى هو انا قطعته هكا بالموس او بالقطاعه باش يجينا مقاد. لينا الاختيار، ولكن راه كتجي يا سلام، كتجي بنينه الصراحه تستحق التجربه. وكسبق قلت لكم كتجي هماويه هاد التورته سلطه. صافي هنا غادي ندير الكميه ديال البطاطا، كتجي طبقات هاد الشلاضه هادي.
صافي، وداكشي اللي بقى ليا في الحشوه غنديرو. هذه غتكون هي الطبقه الاخرى. كتجي اغري دولش، يعني حلوه مالحه، كتجي زوينه. عندي هاد القطعه ديال البيض، كتجيبو مقاد. صافي غندير نستف هاد البيض عفوا. صافي غندير هاد الفرماج ديال البانيني، او اي فرماج عندنا متوفر نقدروا نديروه. ماشي بالضروره هاد الفرماج. صافي هنا درت اللي تبقى لي ديال البطاطا. صافي سديت عليها بحال هكا على هذا الشكل، وقاديت الوجه ديال هاد الطورطه. صافي غادي نغطيها وغادي ندخلها الثلاجه حتى كتشد راسها شويه، ونرجعو مع الشكل النهائي. صافي هنا بعد ما شدت راسها خرجتها من الثلاجه، قلبتها في الطبسيل التقديم. صافي، وتزيين كما كنقول كيبقى على حسب الرغبه. انا عندي هاد السلمون، عندي هاد الطماطم الصغيره زينتها درتها في عويدات ديال كيردون، ودرت هاد الموتزاريلا الصغيره حتى هي وزينتها تزيين كان عادي. درت ليها خطوط ديال المايونيز. صافي كل واحد يتفنن بالطريقه اللي بغا بداكشي اللي متوفر عنده، ولكن راه كتجي يا سلام شكلا ومذاقا، كتجي لذيذه سهله مهله واقتصاديه وفي متناول الجميع. صافي هذا هو غدانا اليوم، رافقتها بلازانيا. عندي هاد الكوتليت ديال الصدر ديال الدجاج. وصافي هنا تقريبا وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وهذا الفيديو يراقكم. وكنقول الجدد مرحبا والف مرحبا، والقدام راه دائما الدار دارهم. كنشكركم بزاف بزاف جزيل الشكر على التعاليق اللي كتخليو ليا. كنشكركم بزاف وكنقول لكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. الى اللقاء.